أنا هنا لأتحدث عن علاج السبب وليس الآفات. لذلك نحن جراحو العظام تم تدريبنا على إجراء العمليات الجراحية، لكن يجب أن نكون مدربين أيضا بطريقة تجعلنا نقوم بالتشخيص بشكل صحيح. يجب لا يكون هناك أي تشخيص خاطئ. لذلك كان أساتذتي حريصين جدا لدرجة أنني يجب أن أقضي 45 دقيقة في أخذ التاريخ الطبي حتى يتم التشخيص في نهاية تاريخ السريري نفسه، وليس بواسطة أي تصوير، بحيث أن الطريقة التي تم تدريبنا بها تجعلنا نقوم بالتشخيص فقط من خلال أخذ التاريخ السريري. علاوة على ذلك نحن نبحث عن أي علامات حمراء، على سبيل المثال الحمى، الإصابة وما إلى ذلك. نحن نبحث عن العلامات الحمراء. إذا كانت هناك أي علامات حمراء مرئية نلجأ إلى التصوير فورا، لا نعتبر أي شيء آخر. في اللحظة التي نقوم فيها بالتشخيص يكون 3/4 العلاج قد انتهى، مما يعني أن العلاج قد نجح بالفعل. الربع المتبقي من العلاج سهل جدا. هذا هو ما يعالج السبب وليس التأثير.